بسم الله نبدأ. صلاة أعظم شرائع الإسلام، ووعد من حافظ عليها بالثواب الجزيل في الدنيا وفي دار السلام، وأوعد من ضيعها بالعقوبات المتنوعة والآلام. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا محمدًا رسول الله وسيد الأنام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله تعالى نعم الزاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، لقد أنعم الله عز وجل علينا بنعم كثيرة، ومن علينا بمنن عديدة، ومن أعظم هذه النعم نعمة الإسلام التي هدانا الله إليها دون جهد أو تعب أو بذل مال أو عرض. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم اعلموا رحمكم الله أن من أظهر معالم الدين وأجلى شعائر الملة الإتيان بأركان الإسلام، بدءا بالشهادتين اللتين لا يدخل المرء الإسلام إلا بهما، ولا يكتب من أهله إلا بتحقيقهما، ثم المحافظة على أعظم ركن بعد الشهادتين وأجل مفروض بعدهما، ألا وهو ركن الصلاة التي من ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن حافظ عليها فحري أن يحفظ دينه ويتمسك بشريعته. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. رواه الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. فالصلاة سر النجاح وأصل الفلاح، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، والصلاة نور ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وهي علامة الإحسان والإيمان، والتهاون فيها علامة النفاق والذل والخسران. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أبو داود والنسائي. ولأهمية الصلاة وعظم شأنها كانت الوصية بها من آخر وصاياه صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ولعظم شأن الصلاة فإنها لا تسقط عن العبد ما دام عقله ثابتا وشعوره باقيا، ما دام عقله ثابتا وشعوره باقيا. قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: كانت بي بواصير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. عباد الله، إن الصلاة أعظم ما تحط به السيئات وتكفر به الخطيئات. قال صلى الله عليه وسلم: تحترقون أي تقعون في الهلاك بسبب كثرة الذنوب، فإذا صليتم الفجر غزلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غزلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غزلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غزلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غزلتها، ثم تنامون فهل يكتب عليكم حتى تستيقظوا. رواه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والصلاة سبب لامتناع عن الذنوب العظام وتنهى النفس عن الفواحش والآثام. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته. عباد الله، لقد شاهدنا من بعض المسلمين تساهلا كبيرا في إقامة الصلاة، إما بترك الصلاة تركا كليا أو جزئيا، أو التساهل في الإتيان بأركانها وواجباتها، أو في الخشوع فيها، أو في عدم الطمأنينة في أدائها، أو بالتهاون في إقامتها جماعة. وكل هذا من صور التهاون والتساهل في شأن الصلاة. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكل هذه التساهل تحصل بعدم تعلم كيفية الصلاة وقضياتها التي تحتاج إليها من شروط وأركان ومبطلات وهيئات وأبعاض وسنن. فتعلموا كيفية الصلاة لتصبح صلاتنا صحيحة ومقبولة عند الله. فتعلم كيفية الصلاة واجبة علينا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والطريق الوحيد الذي تصبح صلاتنا صحيحة ومقبولة هو العلم بكيفية الصلاة. وقيل: الإنسان عدو لما جهل، فكيف تكون صلاتنا بلا علم؟ يقول صاحب الزبد في كتابه: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. عباد الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. ورضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي،
وسائر الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما، واجعل من بعده تفرقنا تفرقا معصوما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.